وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا صباح الخير، يا صباح الفل والياسمين. كيفكن صبايا؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بتكونوا بالف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اهلا وسهلا فيكم كلكم، نورتوا قناتي. اهلا وسهلا بالصبايا الجداد يلي انضمت لقناتي جديد. بدي رحب فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. بس انا زعلانه منكم كتير، ما حدا عم بحط لي لايك على الفيديو، منشان هيك الفيديوهات ما عم ترتفع. انا شديت الهمة وعندي حماس وعم نزل لكم فيديوهات، بس انتو ما عم تشجعوني وتحطوا لي لايك وتكتبوا لي تعليقات. هلا في منكم عم يكتب لي تعليقات بس اغلبكم عم ينسى اللايك، فبتمنى انه توصلوا لي هذا الفيديو لل 500 لايك. في مجال توصلوا لي اياه طبعا. شكرا كتير لإلكم، فضلا وليس امرا. يعني اكيد عن جد خليلي قلبكم، وكل حدا بحبني يحط لي لايك منشان يرتفع الفيديو. خليلي اياكم. طبعا اللايك هيدا الايد زي الاعجاب، كرمال يلي ما بيعرف، وكمان يلي ما مشترك بالقناة يشترك. واهلا وسهلا فيكم. هلا خلينا نبلش بالفيديو. طبعا هلا مثل ما شايفين انا وعدتكم رح شارككم تعزيلاتي للصيف، واليوم رح ساوي الخزاين تيابي وتياب زوجي. هلا اول شي بلشت بتياب زوجي، نزلتن كلن. طبعا انا اي خزانة بدي ابلش فيها اول شي بفضي كل شي من قلبها. وجبت هيك جاد حطيت فيه مي وكاز. يا الله بجنن بنات بتنظيف الخزاين، وبيعطي لمعة للموبيليا وبيمنع الحشرات. انا كتير بحبه مع تمديته بالتنظيف الخزاين. ببلش شقفي فيه وببلش امسح الخزانة. يعني عن جد الكاز كتير مهم بالتنظيف. جربوه صبايا وكتير رح تحبوا النتيجة يلي بتشوفوها. هلا مثل ما شايفين جبت هاي الشنطة وحطيت فيها البيجامات الشتوية وكل شي بيتعلق بالشتوية، من جاكيتات ومشيات حطيته بقلبها. هون أول شي بلشت بالكنزات الصيفية، شيل التعليق ومسحها وأرجع علقن من جديد. أهم شي انتو عم تعلقوا التياب يكونوا على مستوى واحد، والتعليق يكونوا نفس اللون، يعني مريح للنظر. هيك أول ما بتشوفوه بتعطيكوا إشارة إنه الخزانة مرتبة. وأهم شي لما بتبلشوا بالتعليق، مثلا بتحطوا الكنزات ورا بعض، البناطلين ورا بعض، القمصان ورا بعض، مش مثلا كل قميص بجهة أو كل كنز بجهة. هيك الخزانة بتبطل مرتبة وما فيها تنظيم، ولما بدك تيجي تلبسي رح تتعذبي بتنقية الأواعي وتخربت الدنيا انتو عم تدوري، والخزانة تتبهدل أكتر ما هي مبهدلة. هيك بهالطريقة بتهوني على حالك بالتنقاي وبتعطيكي راحة نفسية انه الخزانة مرتبة وكل شي بمطرحه. وهيك انت بكل سهولة بتطولي يلي بدك اياه، وحتى لو كنت مستعجلة وبدون ما يتخربط شي ابدا. علقت البناطلين والكنزات، حطيت البناطلين بالتعليق، وجيت بدي ساوي كمان القمصان نفس الشي. شلت كل شي فيه تعليق، كمان مسحتن ورجعت علقتن من جديد. وبعد ما خلصت من خزانة زوجي جيت على خزانتي وفضيت كل شي من قلبها، وبلشت هيك امسح فيها. وشلت هاي الشقفة يلي بحط تحت الغراض، كتير ممتازة وبتعطي كتير شكل حلو للخزانة. هلا انا كنت حطن بالغسالة واغسلن، بس بصراحة انخزقوا مني بهاي الطريقة، انه على الطرف هيك صاروا ينخزقوا، فبطلت احطن بالغسالة وصرت هيك امسحن مسح بس لانه هن نضاف يعني، بس من الغبرة وهيك. وكمان بيجوا زي الجلد، يعني سهل كتير تمسيحن، فبمسحن صرت برجعن لمطرحن.
شايفين كركبة الخزانة؟ كل شي يلي بقلب الخزانة طلعته وحطيته على التخت. هاي الخزانة حاطة فيها بيجامات والشلات والجزادين والأحذية يلي بالكراتين، يعني يلي قليل لأستعملن. يعني أنا في عندي خزانة للأحذية بس حاطة فيها يلي عطول بستعملن لليوميات وكذا. بس هول يلي كعب وهيك شغلات تركتن بالكراتين وبحطن بالخزانة. مسحت كرتونة كرتونة وطلعت يلي بقلبها مسحته وحطيتن بالخزانة رجعت. في عندي هيدي المكنة حبيت فرجيكن اياها لإزالة الشعر، كتير منيحة بتجنن من ماركة فلاولس. صار عندي سنتين تقريبا. هي مكنة بتشتغل على الشحن، في كبسة بتضويها وبصيروا بيبرموا هول الشفرات. هيا شوفوا معي، هاي الكبسة بتكبسوا عليها، بيبرموا عندكم بصيروا هول الشفرات وبس. نفس الكبسة كمان بترجع بتكبسي عليها بتطفي. وانت بس بطريقة الاستعمال بتمرريها على المنطقة اللي بدك اياها، بتشيل كل شي. وفي معها كمان للتنظيف، في معاها ريشة بس تخلصي بتنفتح من قلبها. يعني هي المكنة بتنفتح عشان كمان تتنظف. حاطين لك بقلب العلبة ريشة بس تخلصي من الاستعمال اللي إلها بتنطفيها، بتنطفي كل شي من قلبها بهاي الريشة اللي حاطينها. واكيد معاها الشاحن الخاص فيها، بتضين هي تقريبا شي ساعتين او 3 ساعات. بس تحسي بدها شحن بتحطيها على الشاحن. وفي إلها كمان كيس خاص لإلها. كمان اذا بدك مثلا تاخديها معك على مطرح، يعني انه بتحطيها بهذا الكيس ما بتاخد مجال ابدا. عندها كيس خصوصي لإلها. بس بدك اياها بتحطيها بقلبها وبتاخديها محل ما انت بدك. هلا هون زي ما قلت لكم حطيت بأرض الخزانة الجزادين والأحذية، وفوق علقت الشلات والبيجامات. أنا الشلات بعلقن بهاي الطريقة. بجيب الشال بطويه بهذا الشكل وبحطن على العلاقة. يعني فيني بحط مثلا شالين 3 بحس قد ما بتقدر العلاقة بحط عليها وبعلقن بقلب الخزانة. وكل الشلات كمان بعملن هيك بنفس الطريقة. والشلات اكيد يعني بقصد انه الحجابات الاشاربات هولي يعني اللي بنحطه على الراس. هلأ هون حبيت اخد استراحة لانه كنت فارطة من التعب. على فكرة انتو بتشوفوا المقاطع كتير قصيرة بس انا بكون كتير اشتغلت، وبحب شارككم كل التفاصيل. يعني بشتغل شوي وبستريح شوي، كل ما بتعب باخد استراحة وبرتاح. لانه كمان جسمنا له حق علينا، مش كل شي شغل. لا انا كتير بدير بالي على صحتي وعافيتي، لانه انا الوحيدة اللي بشتغل بهذا البيت، الوحيدة يلي بقوم. يعني اذا انا مرضت او انكسرت البيت كله بيفرط، لانه المرة هي اساس كل بيت. عملت كوباية نسكافيه وجبتها معي على الورشة. هلأ خلصت من الكركبة الأولى ورجعت بلشت بالكركبة الأكبر. بلشت نزل البيجامات الشتوية. هلأ هاي الخزانة فيها البيجامات زي ما قلتلكوا. نزلتن وبلشت كمان أمسح فيها.
كرمال بدي اجيب الشنطة يلي فيها بيجامات الصيفي، اشيلن احطن بالخزانة واضب الشتوي بقلب الشنطة. يعني اليوم هو بس تعزيل الخزاين، ولا في فلوجات ولا طبخ ولا روتين. بس بالأيام القادمة إن شاء الله بنتشارك اليوميات مع بعض. هلأ بس حبيت يكون الموضوع إنه فرجيكم كيف بنظم الخزاين، لحتى الفيديو ما يطول عليكم أكتر وتتشوش أفكاركم. هلا مثلا انا كتير بحب انه تركيزي يكون على يلي بعمله من محتوى معين، المحتوى يلي بدي اياه ينجح، المحتوى يلي بدي اياه ينشهر وينحكى عنه وينعرف عنه. واشجع كتير صبايا مثلي ملين او مكتئبين او ما عارفين شو بدهم يعملوا او من وين يبلشوا شغل، او صبايا مقبلات على الزواج وما عارفين شو بدهم يساووا ولا شو بدهم يعملوا. انا بتمنى انه اي حدا كان انه ينصحني، او يعطيني خبرته او يعطيني اي شيء واستفاد منه. يعني كتير شي حلو انه الواحد يستفاد من غيره ومن خبرته ونتبادل افكارنا وانتو كمان اذا عندكم اي معلومة او اي نصيحة اكتبولي بالكومنتات، اكيد انا بتعلم منكم حبايب قلبي. حطيت بالشنطة اللفحات يلي بينحطوا على الرقبة والطواقي والكلاكيل الشتوية بهالمكان، وحطيت البيجامات وسكرتها. وهلأ بدي ارتب الصيفي ويلي انه بيتفوت طواي، رح احطن بهذا الرف وارتبن وهيك بكون خلصت من اول شنطة. وانا الحمد لله يعني ما تعذبت ابدا، لانه كلياته مطوى ومرتب من الاساس. فكنت بس انه شيل ويعني انقلم من مكان لمكان بدون ما حتى اتعذب ولا اي شيء، لانه هني بالاساس مطويين ومرتبين. يعني الحمد لله هذا الشيء وفر علي كتير وقت وسهل علي الشغل كتير. هلأ جيت لخزانة التانية يلي فيها تياب، وجبت الشنطة التانية يلي فيها الصيفي. كمان شلت الصيفي منن وبلشت نزل التياب الشتوي، مثل الكنزات وهالقصص وحطن بالشنطة. يعني عن جد حسيت حالي بدي اسافر يا صبايا انا وعم بضب هالشناتي. مين مثلي يلي بضب اواعيه بهيك شناتي بس يجي يرتبها بحس كأنه عم جهز حاله للسفر. بس عن جد حلو الشعور، شو بدكو. هلا انا عندي شنطتين حاطه فيهن التياب، وشنطه لزوجي حاطه فيها تيابه. هيك ما بحس بالكركبه، كله بكون مرتب ومنظم بقلب الشناتي. وبس بدي الشغلي بعرف وين وبأي شنطة. يعني عن جد كتير حلوة هالطريقة، أنا هيك دايما معتمديتها. انتو خبروني كيف بتنظموا غراضكم وأواعيكم. التياب اللي شلتن من الشنطة حطيتن هون لبين ما نزلت الشتوي بالشنطة وسكرتها. رجعت مسحت الخزانة وجبت التياب ورتبتن هون. هلا جينا للفساتين. هاي الخزانة حاطة فيها التياب والفساتين. طلعت كل الفساتين يلي معلقة من الخزانة وفضيتها وبلشت امسح الخزانة. واكيد الشقفة يعني كل شوي فضة وارجع امسح فيها من جديد. صرت امسح كل تعاليق الفساتين وارجع علقن من جديد، واهم شي رتب كل التعاليق نفس اللون ويكونوا نفس المستوى. ولو ما كانوا يعني نفس اللون اهم شي يكونوا يلي الوان نفس الشي ورا بعض، وتبلشي تعلقي من الاقصر للاطول كرمال ما يكون شي طويل وشي قصير، هيك بيكونوا كل نفس المستوى وبيطلعوا مرتبين.
صبايا، هلأ بمناسبة انه كلنا عم نطول الصيفي، اللبس يلي بتطلعيه من خزانتك وبتلاقيه كاشش، يعني هيك شكله زغران قبل ما تلبسيه، هو مش كاشش. اللبس ما بيصغر، انت يلي سمناني وهي اشارة خطر، يعني انت بطريقك لاكتساب الوزن. منشان هيك ارجعي لورا، اضربي هيك فريم، ارجعي هيك اناريه، وقومي بسرعة وبلشي برياضتك ونظامك الغذائي حتى يتفرفد هاللبس عليكي وما يكش. وبعد ما خلصت كل تعليق الفساتين، وهلا بفرجيكم اللقطة الأخيرة كيف طلعوا مرتبين وكل نفس المستوى، جبت هاي التعليقة وبدي أعلق فيها القشطات يلي بستعملن مع الفساتين. وعندي هذا الجزدان الصغير علقتن بهالتعليقة، وكمان رح أعلقن بالخزانة، لأنه هول الحراتيق أحيانا بتحتاروا شو بدكن تعملوا فيهن، فبهالطريقة بيطلعوا كتير مرتبين وسهل الاستعمال. وهلأ خبروني شو رأيكم بتنظيمي للخزاين. ولو هون بنكون خلصنا الفيديو حبايب قلبي، ان شاء الله يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا بهذا الفيديو وحبيتوه. اذا حبيتوه عجبكم حطوا لي لايكات واشتركوا بالقناة وشاركوا الفيديو مع رفقاتكم وفجروا الفيديو لايكات، وبحبكم كتير. وهلا بقولكم سلام.